اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم كويسين. سنة سعيدة عليكم كده يا رب. ربنا يجعلها سنة سعيدة علينا وعلى الجميع يا رب، اللهم امين. تبقى سنة كلها خير وفرح وهنا، ودايما يا رب تبقوا في الجديد، ودايما يا رب كده تبقوا في خير وفي فرح وفي هنا على طول. النهارده بنعمل فيديو جديد. انا تقريبا عملت معاكم الوصفة دي قبل كده على القناة معانا، موجودة تقريبا من سنة، وحبيت اعملها لكم تاني. انا دي كده القشطة حولتها لزبدة، زبدة زي اللي احنا بنشتريها من البلد بالظبط، وبتبقى احلى كمان، الطعم احلى. طبعا لو انتي اشتريتي زبدة من حد ممكن تبقى مش كويسة، ممكن تبقى مش نظيفة، غير ان انتي لازم تشتريها من حد موثوق منه، ولازم تجيبيها من مكان نظيف جدا جدا. فالنهارده معانا الزبدة بتاعتنا بالقشطة بتاعتنا اللي بنشيلها من على وش اللبن. طريقتنا سهلة ووصفتنا سهلة جدا جدا، وبدل ما نرمي القشطة لا نستخدمها في حاجة مفيدة. الناس اللي مش بتاكل القشطة او مش بتستعمل القشطة او بتشيلها من على وش اللبن ترميها، لا شيليها من على وش اللبن وخزنيها، وتعالي اعملي الزبدة بيها، وبجد طعم وريحة والله احلى من اللي بنشتريها. تعالوا ندخل مع بعض الفيديو ونشوف وصفتنا النهاردة. والقشطة اللي حولناها لزبدة، وبرضو هنسيحها ونحولها لسمنة بلدي متسيحة. طبعا اللي حابب يشيلها زي ما هي كده في الفريزر ويستعملها زبدة زي ما هي براحته، اللي حابب يسيحها برضو براحته. ندخل مع بعض الفيديو ونشوف وصفتنا ونشوف طريقتنا النهارده كانت عامله ازاي، ويا رب دايما اكون عند حسن ظنكم. يلا بينا ندخل على الفيديو. متنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب لمنوعات كوكي. هنا كده بقى حبايبي معانا القشطه دي كانت في الفريزر. طبعا انا بحوش القشطه اللي هي وش اللبن وبحطها في الفريزر، بحوشها في علب كده، علب الايس كريم بقى، علب النوتيلا. تمام، بملى العلبة واحطها واقفلها واملى علبة تانية. طبعا انا مش اول فيديو اعمله معاكم كده، انا على طول بحوش القشطة، يعني مش ولادي مش بتحبها كمان حتى، يعني لو في قشرة كده عملت على وش كوباية اللبن فمش بيحبوها خالص. فانا بغلي اللبن ولما يبرد بدخله التلاجة لتاني يوم طبعا، واشيل من على وشه القشطة. طبعا هو ما شاء الله اللبن اللي انا بجيب لبن كامل الدسم. لبن بيجي واحدة فلاحة بتجيب لبن عندنا هنا وبتيجي تبيعه، فبصراحة باخد منها ما شاء الله عليها، لبنها جميل جدا. الناس الفلاحين بقى، الناس اللي بناخد منهم الحاجة بخيرها كده، ربنا يبارك لهم يا رب ويحسن ما بين ايديهم. هنا بقى كده بنعمل الزبدة بطريقة مختلفة، اللي هو زي ما بنشتريها من البلد زبدة، احنا هنحول القشطة دي لزبدة. هنخض القشطة، بس هخضها بطريقتي. يعني ممكن نضربها عادي، نضربها بالمضرب البيض، ممكن نحطها كده في عجان ونضربها بمضرب البيض، ممكن نضربها بايدينا. انا بستسهل بحطها في بطرمان كده، جايبه بطرمان كده مخصص ليها، بحطها في البطرمان دوت، بفضيها في البطرمان وبضربها فيه. بفضي بقى مثلا، افضي علبة ونص واضربهم على مرتين علشان اعرف اضربهم، وعشان كمان ما تتقلش على ايدي. طريقتها سهلة جدا وحلوة جدا، وبجد بتطلع لي زبدة زي الزبدة اللي انتي بتشتريها من البلد. وبالعكس بقى، يعني حاجة انتي كمان عاملاها في بيتك بتبقى حلوة، ريحة، طعم، نظافة. مفيش بقى فيها اي رواسب او اي حاجة. ساعات بنشتري زبدة، لو بتشتري زبدة من حد ما تعرفيهوش، او بتشتري زبدة من مكان مثلا اول مرة تتعاملي معاه، ممكن تطلع حلوة ممكن تطلع مش حلوة على حسب. ممكن تطلع نظيفة الزبدة، ممكن تطلع مش نظيفة. فبجد يعني انا لما بشتري زبدة من البلد، بجيب من حد انا بتعامل معاه على طول، ما شاء الله عليه زبدته حلوة جدا، ريحة وطعم ونظافة. ونظافة طبعا فوق الوصف، يعني اهم من الريحة والطعم النظافة، علشان وانتي بتستعملي الزبدة دي وانتي بتاكليها ما تبقيش قرفانة. طبعا مش بناكل الزبدة واحنا بنستعملها في اكلنا، ما تبقيش قرفانة منها او تبقي مش مائزة من ان انتي لا بتعملي بحاجة مش نظيفة. لا، لازم تبقى نظيفة جدا، ولازم تبقى
حاجة كده زي ما بيقولوا حلوة كده تفتح النفس على الاكل وان انتي تعملي بيها الاكل ده. كده هنا كان معايا بطرمان فضيته وحاولت كده ارج فيه، لقيت الكمية هتبقى قليلة ففتحته وايه وقلت افضي نص بطرمان تاني. هي بتترج تقريبا بتاخد مثلا تقريبا 10 دقايق ربع ساعة برجها في البطرمان. تقلب بقى، تعمل المراحل بتاعة خض اللبن بالظبط، اللي هي خض القشطة بالظبط، تعمل بقى كريمي كده وتتقل، وبعد كده تبتدي تخرز، نضرب فيها تاني كتير لحد ما تبتدي تخرز معانا وتديني بقى حبيبات بقى الزبدة. وبعد كده يعني كملوا معايا الفيديو للآخر ان شاء الله تشوفوا الخطوات كاملة. بصوا طبعا انا مش هعرف اوريها لكم وانا برجها، بس انا بحاول اوريها لكم كده وهي في البطرمان، ان انا بحطها كده وبحاول ارجها. تمام، هحاول طبعا ارجها، واهم حاجه ان هي تبقى ساقعه قوي. يعني انا بخرجها مثلا من الفريزر بحطها على رف التلاجة لحد تاني يوم، ممكن على تاني يوم العصر كده، تاني يوم بالليل، لحد ما الاقيها فكت. تمام، وبعد كده ابتدي اشتغل بيها. هنا كده حطيتها في البطرمان وببتدي بقى ارجها كده، يعني زي ما انتوا شايفينها كده. تمام، بس طبعا قدام الكاميرا ما بتبقاش ظاهره اكتر، غير طبعا انتي بتتعاملي معاها براحتك. هنا كده هجيب لها نص كوبايه ميه ساقعه متلجه، يعني هي كده كوبايه ميه، هنحط بتاع تقريبا، لان كوبايتي صغيره، هنحط بتاع كوبايه الا ربع ميه كده اهي. لان طبعا زي ما قلت لكم الميه ساقعه جدا. بصوا اهي بوريها لكم، ميه متلجه بحطها عليها علشان تسهل عليا عمليه الضرب. تمام، هنا كده كنت ضربتها وكنت رجعت لكم، شفتوا على طول اهو، ما كملناش بصوا بقى من جوه، بصوا كده فصلت، عملت حبيبات كده زبدة، وفصلت اللي هو المية بتاعة الخض ده لوحدها، والزبدة اهي فصلت لوحدها. طبعا ممكن نضربها في طبق عادي بره بلاستيك، ممكن يعني نعملها في اي حاجة، بس طبعا انا بصراحة بستسهل، لان انا ايدي بتوجعني ان انا اضربها بايدي بره. والمضرب برضو ما مش عارفة، يعني انا قلت لا اجربها كده، يعني او انا يعني جربتها بالطريقة دي وبصراحة ريحتني، بتنجز معايا وقت بسرعة. ولو ايدي تعبانة بقى بدي مثلا شوية البنوتي الصغيرة العسولة دي، بديها شوية بقى تضرب لي هي، يعني ترج هي شوية في البطرمان. اي حد قدامي يعني اول ما ايدي توجعني اديله ويرج على طول. لا بجد والله بتبقى سهلة وبتخلص بسرعة، وبحس ان انا مش بوسخ فيها يعني مواعين كتير ولا حاجة، فاهميني؟ او ما تطرطش، ما تبهدليش الدنيا كمان. بصوا كده بقى نزلت كلها كده، يعني اتحولت كلها لحبيبات زبدة. هنبتدي بقى كده نفصلها ونمسكها نعملها كور زي ما انتوا هتشوفوا معايا كده بالظبط. متنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب. اهو كده بصوا، هنبتدي بقى نصفي المية، نعصرها كويس قوي من المية اللي فيها، المية دي اللي هو الخض بتاع القشطة. اهو نبتدي نكورها بقى، نعملها كور، نعملها اي حاجة زي ما تحبوا، يعني الاسهل ليكم. انا باخد يعني كده جزء جزء كده وابتدي اعصر فيه كويس علشان خاطر اصفي اي ميه فيه، لان انا طبعا بحولها الزبده. طبعا انا حابه اسيحها بسيحها، حابه اشيلها في الفريزر كده واستعملها بشيلها كده، يعني ايه زي ما انتوا عايزين. اهي كده عملنا كوره صغنطوطه كده. وبصوا بقى علشان خاطر الحاجه ساقعه ومتلجه بتطلع معاكي على طول، فاهميني؟ بتتحول معاكي للي هي للزبدة على طول. برضو هنا كده برضو بنلمها بقى بايدينا كده من قلب اللبن اللي هو بتاع الخض ده. وطبعا لبن الخض ده مش هنرميه، احنا هنعمل بيه وصفة تانية حلوة قوي، هعملها برضو معاكم وهنزلها لكم على القناة، وان شاء الله تعجبكم بجد. يعني اللبن دوت يعني انا بشيله في التلاجة وبعمل بيها بقى، بجهز له كده مقادير، وبعمل بيه كذا وصفة. ممكن تعملي بيه يعني هي معجنات، ممكن تعملي بيه بيتزا،
ممكن تعملي بيه قرص طرية، ممكن تعملي بيه اي حاجة. فينو لو عايزة تعملي فينو، عايزة تعملي اللي هو الباتيه، تعملي اي حاجة بيه، اي معجنات بيه بتدي طعم حلو قوي، لان بتبقى فيها الخير بتاع القشطة كله. بيبقى فيها برضو قطع كده من الزبدة، برضو في حاجات اكيد ما بتبقاش كلها اتلمت كويس، بتبقى فيها حاجات، فبتعملي بيها وصفة تانية بتبقى حلوة جدا. طبعا بنعصرها كويس جدا، نصفيها من اللبن كويس جدا جدا، علشان خاطر ما تبقاش فيها اي لبن او اي مية لبن، علشان خاطر لما نيجي نصفيها نسيحها كده اهي. دي عملنا كده تالت واحدة اهي. وطبعا المية ديت مش هنرميها، بالعكس انا هفضيها. بصوا انا بقول لكم المية دي هفضيها برضو في حاجة وهشتغل بيها تاني. وهنا بقى هبتدي افضي بقية الكمية بتاعة القشطة علشان اشتغل بيها واعمل بقية الكمية معاه. هنا كده بقى، لا دي اكيد صورة جت في النص غلط. هنا كده خلصت بقى ضرب بقية الكمية التانية. بصوا ده كده اللبن اللي هو فاضل، اللي احنا فضيناه فضيته برضو علشان خاطر احنا كده كده هنحتاجه. ودي كده الجزء الباقي اللي احنا فضيناه. هنا كده ضربناه كويس جدا برضو. بصوا بوريهولكم اهو، بصوا فصل حبيبات كده زبدة. هنفضيها برضو في الطبق، وهنعمل برضو فيها زي ما عملنا في الجزء الاولاني. بصراحة بتنفعني جدا طول السنة، بتوفر معايا في شراء زبدة كتير. يعني انا كده كده طبعا بنشتري الخزين في شهر رطوبة زي ما احنا كلنا عارفين، ودول يومين فعلا تخزين الزبدة، فانا بحب برضو اعملها، بتنفعني جدا بصراحة. طبعا بتساعد مع الزبدة اللي انا بشتريها، فبتنفعني طبعا جدا، بتوفر معايا كتير بصراحة. لان انا بعمل طبعا، انا على طول بحوش القشطة مش برميها. ساعات بقى بحطها مثلا لو بعمل بشاميل، بعمل حاجة، ساعات بحطها في الوصفات بتاعتي. بس طبعا مش كلها، لاني طبعا انا بغلي لبن على طول والولاد بيشربوا لبن على طول، ف بيبقى فيه قشطة كتير. طبعا مش كل يوم بنعمل وصفات وبنحط في قلبيها قشطة وكده، فاللي بيتبقى بنحط منه في الفريزر، بنحطه نشيله في الفريزر علشان خاطر نحوله لسمنة زي كده. هكمل بقى بقيت الحاجة كده بالمنظر دوت، وهرجع لكم تاني بقول لكم بصوا كده اللبن دوت انا مش هرميه. اهم حاجة اللبن ده بجد بعمل بيه بقى قرص تحفة، او اي وصفة تعملي فيها تدخلي فيها معجنات جميلة جدا. هنعمل بيه وصفة تانية ان شاء الله، هصورها لكم وهنزلها لكم على القناة. ان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله دايما كده يا رب اكون بفيدكم وتكونوا بتستفادوا من فيديوهاتي، واكون دايما عند حسن ظنكم. دي بقى كده كانت الزبدة، وده كان اللبن. بس مش ده بس، ده كان فيه تاني كمان، فانا فضيتهم كلهم بقى مع بعض كده في حاجة، ودخلتهم التلاجة، شلتهم، وبعديهم بيومين بالظبط تقريبا على بال ما جهزت حاجتي اللي انا هستخدمها بيها عملتها. هنا ده كده كان الفيديو بتاع الزبدة، حولناها من قشطة لزبدة ازاي. هسيحها لكم بقى، هسيح الزبدة ديت في فيديو تاني وهنزلها لكم عشان بس ما اطولش عليكم الفيديو اكتر من كده. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب لمنوعات كوكي. منتظرة تعليقاتكم الجميلة اللي دايما بتفرحني جدا، واشوفكم يا رب على خير في وصفة جديدة وفيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.